أعزائي متابعين قناة الفيل الأزرق، صباح الخير لو بتشوفوني الصبح وتصبحوا على خير لو احنا بالليل. لو ما تعرفوناش، احنا بنقدم فيديوهات عن الصحة النفسية والمرونة النفسية، وكمان بنساعدك انك تطور من نفسك وتحب نفسك اكتر وتتشجع ويبقى عندك تواصل اكتر مع الناس. ولو لقيت فيديوهاتنا مفيدة بالنسبة لك، يا ريت ما تنساش الشير عشان الكل يستفيد، وانك تعمل لايك واشتراك للقناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. في يوم صحيت من النوم عايزة اغير حياتي كلها، نفسي انام بدري واصحى بدري واعمل تمارين رياضية واكل اكل صحي، وخلاص بدأت اتخيل نفسي وانا مخلصة المذاكرة بتاعتي وبستلم جايزة نوبل في الانضباط كمان. وتاني يوم على طول صحيت الساعة 4 لا 4 العصر. اتضايقت شوية ان اليوم باظ، بس ساعتها قررت افهم ازاي الناجحين ناجحين كده، ازاي بيعملوا كل الحاجات الصح دي اصلا من غير ملل، لحد ما وقع في ايدي كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، وفهمت منه ان الحماس مش كفاية عشان نقدر نغير اي عادات سيئة في حياتنا ونبني مكانها عادات تانية كويسة، وانه في حاجات مهمة جدا لازم نعملها عشان نكون عادات جديدة. وده بالظبط اللي بيشرحه الكتاب، وهنعرف فيه كمان ازاي ممكن التغيرات البسيطة بانتظام اللي مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود هي السبب في النجاحات العظيمة اللي هتحققها. انا بطني ابتدت تتحرك، في انفجار هيفجرنا كلنا، انجوا بنفسكم. بس قبل ما نبدأ عايزين نعرف يعني ايه عادة اصلا. العادة هي السلوكيات او الافعال اللي بنعملها بشكل مستمر، سواء بوعي مننا أو من غير وعي، لحد ما تبقى جزء من حياتنا ومن غيرها ما نبقاش مبسوطين. يعني مثلا كنت متعود كل ما أكون مضغوط أو متضايق بقوم أعمل تمرين معين بيخليني أحس إني بجدد طاقتي وبتبسط بعده. ووالدي مثلا عنده عادة إنه لو متضايق أو مضغوط لازم يقرأ شوية لحد ما يهدى. محدش فينا بيبقى مخطط للأفعال دي، لكن بنروح نعملها على طول من غير وعي، ولو ما عملناهاش ما نبقاش مبسوطين. طيب إزاي العادات بتتكون أصلا؟ أكيد طبعا هقعد أعمل نفس الحاجة لمدة 21 يوم وهتبقى عادة عندي خلاص سهلة. للأسف لا، الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، وناس تانيين قالوا إن العادة محتاجة 66 يوم. وحتى لو الكلام ده فيه شوية من الصح، بس لازم تبقى عارف إن البشر كلهم مختلفين في طرق استجابتهم للعادات والأفعال العامة، وإنه في عوامل كتير بتأثر في تكوين العادات، زي قدرتك على التحمل وإرادتك والظروف المحيطة بيك وإنت بتعمل العادة دي، وطباعك الشخصية كمان. يعني بيحصل بينك وبين الحاجة ألفة كده، وتعود بسرعة ولا بتاخد وقت ولا بتعاند، فبالتالي ما تحطش أي أرقام لأن ده ممكن يحبطك لو حسيت إن الوقت عدى من غير ما تكتسب العادة دي. بس المهم تعرف إن عشان تكون عادة فأنت هتمر بمراحل ممكن تكون صعبة أو مش هتحبها قوي، لأن نفسنا البشرية بتميل دايما للتسرع وبتحب تشوف نتائج فورية. فأنت هتحتاج تجاهد نفسك جدا، لأنه طبيعي ما تكونش مرتاح للعادة الجديدة دي من أول يوم، وهتدخل مرحلة من المقاومة وعدم الراحة لحد ما توصل لأنك تعمل العادة دي بكل تلقائية وسهولة، حاجة كده زي الهواء اللي بتتنفسه، مش بتحس بمجهود أو صعوبة عشان تستنشقه. الغريب يا صاحبي بقى إن معظم أفعال البشر عبارة عن عادات من أول ما بيبدأوا يتعلموا المشي. لو تفتكروا وإحنا صغيرين بنفضل نقوم ونقع لحد ما المخ يعمل النشاط ده وبسرعة كمان ومن غير تفكير، أو زي كل يوم ما بتصحى من النوم جعان عايز تفطر، أو لازم نشرب قهوة عشان تفوق دماغنا. مش بتاخد وقت في الحاجات اللي متعودين نعملها بشكل متكرر. معظم الحاجات اللي بنعملها في حياتنا بنعملها بحكم العادة. يعني مثلا والدتي عشان تخليني ألتزم بنوم بدري كانت أول ما تيجي الساعة 11 بالليل تدخل أوضتها وتجهز للنوم على طول، فده ارتبط معايا بأن كل ما يجي نفس الوقت أروح واستعد للنوم. وعشان نقدر نعمل عادات صحيحة في حياتنا محتاجين نمشي على 4 خطوات بس: الإشارة والرغبة والاستجابة والمكافأة، وهنتكلم عن كل واحدة بشكل مبسط. يعني لو أكلت برجر النهاردة قبل ما تنام غالبا مش هتحس بحاجة لحد ما تصحى، بس لو أكلت كل يوم برجر هتلاحظ بعد شهر إنك ظهر لك كرش ومش هتنبسط بمستوى جسمك اللي وصلت له خالص. وبرضو لو عملت تمارين النهاردة بالليل أكيد مش هتحس إنك بقيت بيج رامي فجأة، بس بعد شهر من التمرين المنتظم وبأقل مجهود هتلاحظ إنك بقيت نشيط ومش بتعاني من أي هبوط، وجسمك بدأ يبقى صحي. مش ملاحظين حاجة معايا؟ تمرينك القليل ده مجرد حاجة كده ذرية، وإنك تاكل برجر كل يوم دي برضو عادة ذرية. كلمة ذرية معناها إنها عادات صغيرة قوي قوي، وهو ده اللي عايزين نركز عليه. إزاي العادات الصغيرة دي ممكن تتحكم في مصير حياتك، وإزاي نخليها تتحكم بشكل إيجابي مش سلبي. طيب إيه اللي بيخليني أعمل أي حاجة وأكررها وأخليها عادة دايما؟ هقولك يا صاحبي، في حاجة كده اسمها تريجر
أو محفز، وده اللي بيخليك تدخل في العادة دي وبتعملها بفعل الروتين عشان في الآخر تاخد مكافأة. زي إيه؟ زي مثلا عادة التدخين أو شرب القهوة. المحفز إنك تكون مضغوط مثلا أو مش فايق، الروتين إنك تقرر إنك تشرب قهوة أو تدخن كل ما تتضايق أو تحب تصحصح، والمكافأة إنك بتحس بالراحة بعدها. لما بنكرر الموضوع ده لأكتر من مرة بتتكون عندنا العادة. طيب إزاي بقى أستغل الموضوع ده وأكون عادات جديدة؟ سؤال حلو. ورقة وقلم بقى يا ست الكل وتعالي معايا عشان ما تنسيش. ما تفتحش عينين البيت يا أستاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. أول حاجة لازم تهتم بالمحفزات. يعني مثلا لو عايز تذاكر حط الكتاب قدامك في أكتر مكان بتقعد فيه. عايز تشتغل اعمل منبه على موبايلك كل نص ساعة عشان يفزعك ويفكرك باللي وراك. عايز بقى تعمل رياضة يبقى حط إشارات لنفسك، زي إنك تجهز لبس الجيم قدامك وصور رياضية من بتاعة عشية كوتش والجو ده، أو إنك تخلي البيئة بتاعة الأوضة بتاعتك مشابهة للجيم. تاني حاجة بقى لازم يكون عندك أسباب للعادة وأسباب واضحة ومقتنع بيها من جواك، زي إني عايزة أخلص شغلي كله وانتظم فيه، والسبب إن أنا محتاجة فلوس عشان أتجوز بقى، أو محتاجة أشتري شوية حاجات، أو زي ما الكتاب بيحكي لنا عن زوجين بيصرفوا فلوسهم في حاجات تافهة، قرروا إنهم عشان يكونوا عادة الاحتفاظ بالفلوس كونوا عادة وحطوا سبب إنهم يجمعوا فلوسهم عشان يروحوا رحلة في أوروبا. فبالتالي كل ما كانت الأهداف واضحة هيسهل تكوين العادة. تالت شيء عشان يكون عندك عادة هي التحديد الدقيق. يعني ما تخليش أسبابك دحلابة كده ومش ممسوكة، لكن ممكن بدل ما تحط لنفسك هدف عايم زي إنك عايز تتعلم حاجة جديدة مثلا، ممكن تبقى دقيق شوية عن كده وتقول أنا النهاردة هذاكر فيزياء مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، وهذاكر الوحدة التانية وهراجع على الوحدة الأولى، وهكذا. بعد التحديد دور على المكافأة واربط الفعل ده بمكافأة معينة بحيث دماغك تحبها وما تهربش منها. يعني مثلا ممكن بعد ما تقرأ كتاب معين تكافئ نفسك بكوباية شاي أو طبخة حلوة أو ساعتين بريك تعمل فيهم اللي انت عايزه، وهكذا. وده يمكن أهم نقطة، لأن المكافأة هي اللي بتخلي العادات السيئة سهلة في اكتسابها، والعادات الجيدة بتلاقيها صعبة كده عشان مش بتكافئ نفسك عليها. يعني مثلا انت كل ثواني بتلاقي ايدك جت على الموبايل وتفتح الفيسبوك عشان عقلك شايف ان دي الوسيلة الوحيدة لكسر الملل، فبالتالي بتعمل عادة التصفح دي عشان المكافأة اللي هي الإحساس بالملل. وعلى الجانب الآخر العادة الجيدة زي اكتساب صحة أو جسم كويس مش بيظهر أثرهم غير بعد فترة طويلة، وبالتالي مش هتاخد المكافأة فورا. وعشان كده العادات السيئة دايما أسهل لأن متعتها فورية. فلو قدرت تعمل ده مع كل فعل كويس بحيث تحط مكافأة فورية لأي شيء إيجابي، هتكون عادات كتير حلوة وهتحس بأثرها دلوقتي وبعدين. يعني أنا مثلا بحب قوي أقعد في كافيه أو قهوة لوقت طويل، ودي بالنسبة لي حاجة بتحسسني بالسعادة، بس كنت حاسة إنه ده بيضيع وقت كبير وحابة أستفيد بيه، فقررت إن أربط وقت القعدة في الكافيه بالمذاكرة أو القراءة، لحد ما بقيت تلقائيا أول ما أدخل الكافيه مرتاحش غير وأنا بذاكر. والكتاب هنا بيحكي لنا عن واحد كان مغرم بالأفلام وعايز يتفرج عليها ليل ونهار، ودي كانت أكتر حاجة بتخلي الدوبامين يعلى عنده. يعني دي كانت أكتر حاجة بتخليه يحس بالسعادة، لكن كان حابب يغير نظام حياته ويخليه نظام صحي، وساعتها قرر يربط العادات الصحية بالأفلام اللي بيحبها. يعني كل ما يلتزم يوم بالعادات الصحية يكافئ نفسه بفيلم لطيف. بس استنى، هو الموضوع مش بالسهولة دي إني أقول هكون عادة فتتكون، بس أنا بصراحة هقولك لا، هو الموضوع سهل بس مش بالكلام، وانت محتاج تتخلى عن العادات السيئة اللي عندك وتفرغ نفسك لعادات إيجابية تكتسبها. فلما تحب تتخلى عن أي عادة هتعمل فيها عكس اللي بتعمله مع العادات الكويسة. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ يعني مثلا التدخين عشان نعمله لازم نخليه صعب. الزم نفسك انه مفيش تدخين غير تحت البيت، فكده هتضطر عشان تدخن انك لازم تبذل مجهود. والزم نفسك بان مفيش تدخين قدام ولادك او اخواتك الصغيرين عشان ما تضرهمش، وبكده هيبقى لازم تدور على مكان فاضي. وزي ما بنربط العادة كويسة بالمكافآت هنربط العادة السيئة بالعقاب، او نحاول نشغل مكانها بعادة مفيدة زي الجري او الرياضة عشان ننسى. او مثلا لو انت مدمن سوشيال ميديا وعارف انها بتاكل يومك، ممكن تحمل تطبيق يقفل الموبايل او السوشيال ميديا وما يفتحهمش غير في وقت صغير من اليوم. او لو انت بتضيع يومك على التلفزيون ممكن تخلي حد يخفي الريموت مثلا، او يضيع الحجارة بتاعته بحيث تخلي تشغيله صعب ومحتاج مجهود. وبالتالي كل ما تصعب الخطوات على العادات السيئة هتبطلها، وكل ما تسهل الامور على العادات الكويسة هتكتسبها. وهنا هنوصل لمحطتنا الأخيرة في تكوين العادات، ألا وهي خير الأمور أدومها وإن قل. يعني ما تقولش أنا هحط هدف إن أقرأ كتاب كامل كل يوم، ده مش
هدف صح لشخص لسه هيبدأ، وده هيضيع كل الحماس اللي عندك وهتهبط من أول يوم. فالصح إيه بقى؟ الصح إنك تحط هدف سهل قوي، هدف مستحيل ما تحققوش. يعني مثلا هتقول أنا هقرأ كل يوم صفحتين، أو هسمع حلقة من حلقات الفيل الأزرق. ولما تنجح في ده لفترة معينة تبدأ تعلي تارجت وتخليهم 4 أو تسمع ملخصين وهكذا. أو جرب تعمل أي حاجة صغيرة لمدة دقايق بس في اليوم. يعني مش لازم تبدأ الرياضة بإنك تحاول تشيل حديد بوزن تقيل، في حين إنك ممكن تحافظ بس على 5 دقايق جري كل يوم، أو 5 دقايق تمارين بسيطة لحد ما تتعود على الموضوع ده. وبعدين تبدأ تزود بس بالعقل برضه، ومن غير ما تفقد حماسك ولا تحس إنك بتفشل. وحط في دماغك إن الأهداف الصغيرة سهلة التحقيق، بتديك رسالة إنك ناجح وإنك تقدر. أما لو بدأت بحاجة كبيرة هتحس بإحباط. وحابة أفكرك إن إحنا كلنا بشخصياتنا وطباعنا ونجاحنا وفشلنا متكونين من شوية عادات. لو كانت عادات صح فعلى الأغلب هتبص لنفسك بعد كام سنة وتبقى فخور بإنجازاتك، ولو كانت عادات كلها سيئة فبصراحة هتندم كتير قوي يا صاحبي. وفي النهاية أنا بتمنى لك حياة دايما ناجحة وبعيدة عن كل العادات السيئة. أحب أقول لكم إنكم هتوحشوني جدا جدا لحد الأسبوع الجاي، ولو حبيتوا نتكلم عن أي فكرة جديدة ياريت تكتبولي في الكومنتات، أو تكتبولي في الكومنتات على الفيسبوك. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. هستنى اقتراحاتكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. باي باي يا حلوين.